هو موضوع تسويق الناس الناجحة والناس اللي وصلت في حياتها وأيًا كان، وباستثني من موضوع الناس الناجحة واللي وصلت دول الناس اللي شغّالة في الفن وفي الرياضة والكلام ده، لأن الموضوع ده ليه قصة تانية وليه حكاية تانية وأنا مش حابب أتطرّق ليها دلوقتي يعني. لكن الناس الناجحة عمومًا اللي بتتكلّم على نَفْسها، الناس اللي عندها شركات، الناس العلماء الكبار، أي حد بقى من الناس اللي اشتغلت على نَفْسها بجد ودرست وبقت حاجة كبيرة، دايمًا بيصدّروا لنا صورة كده إن هم ما صادفوش في حياتهم لحظات شَك. اللي هو بتشوفه كده ما بيتكلمش دايمًا عن لحظات الشك، ولحظات الضعف، ولحظات اللي هو لأ والله أنا حاسس إن أنا مخدوع، أو حاسس إن أنا مش هاعمل اللي في دماغي، أو حاسس إن هي مش بتاعتي. ودي النقطة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها. لحظات الشك دايمًا هي موجودة، ولحظات اليأس موجودة، بس اللي نجح هو بيسأل نفسه سؤال: هو أنا تغلبت كام مرّة على لحظة اليأس أو لحظة الشك دي؟ أنا كام مرّة وقعت وقُمت، كام مرّة حصل لي كعبلة وحصل لي مثلًا علاقات باظت في حياتي، حصل لي خذلان في حياتي، أيًا كان اللي حصل بقى. هو كل الناس بقى اللي نجحت دي مش لازم يقعد يقول لك أنا أمي حصل لها كذا واتطلّقت واتجوّزت ومش عارف ومين وخَنّي ومين ضربني على قفايا ومين عمل كذا. دي مش قصتك. هو بيطلع يفيدك هو الجزء بتاعه عامل إزاي، وبيطلع يقول لك قد إيه برضه حتّة كده عشان الego بتاعه، قد إيه هو جامد، قد إيه هو وصل، قد إيه هو اشتغل، وأنت كنت نايم وأنا كنت صاحي والكلام ده. فاللي هاقول لك عليه يا معلم، رحلة أي حد في الحياة، سيبك بقى هو ناجح مش ناجح فاشل مش عارف إيه، رحلة الناس كلّها، كل واحد في رحلته بيصادف أنواع كتير من الألم والخذلان والفشل والشك والتوهان وكل حاجة وحشة ممكن تتخيلها. الفكرة كلّها إن لحظات الفشل دي ولحظات التوهان دي مش بتبقى عليها spot جامد أوي، لإن هي ما بتجيبش. ولحظات الفشل بقى اللي هي بتجيب هي لحظة الفشل اللي أنا أنا فشلت وقعت وخلاص بس كمّلت، وتاني يوم لقيتها الدنيا اتفتحت وربنا كرمني والسما مطّرت عليَّ دهب والكلام ده. لكن ما حدش هيقول لك إن هو لأ جرّب في حاجة وشهر وفشل وما كمّلش فيها وراح جرّب في حاجة تانية، اللي هو التجربة لا تُذكر أصلًا، أو إن هو اتنصب عليه، أو إن هو كذا. ناس قليلة جدًا اللي عندها الأمانة دي، وناس قليلة جدًا اللي هي بتصدّر لك الجانب البشري بتاعه يعني. بس ده حاجة برضه كنت عايز أقولها. لو عجبك الكلام وحابب تشوفني تاني وكده، ادّيها بقى follow وsubscribe والكلام ده، وسيب لي رأيك في الكومنتات تحت. سلام.